يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من بوير اف ام. يسعد لي مساكم أيضا متابعينا عبر البث المباشر بوير عربي على صفحتنا بالفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، اللي هو برنامج أسبوعي صحي توعوي عم نستضيف فيهم أطباء لنسلط الضوء على بعض المواضيع الصحية واللي بتهم صحتكم لحتى نخدمكم. ضيفنا بهالأسبوع موضوعنا طبعا راح يكون موضوع مهم جدا. ضيفنا هو الدكتور ديار عكو، أخصائي توليد وأمراض النساء. نحن وأنتو راح نرحب فيه. يسعد مساك دكتور وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير، أهلا وسهلا. متابعينا ومستمعينا، فيكم إذا عندكم أي سؤال أو حابين تسألوا شيء بخص موضوع النسائية، طبعا عبر الاتصال الأرضي 429 101 هو رقمنا الأرضي، أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر البث المباشر برسالة فيكم تسألوا. طبعا رح نجاوب على الأسئلة بالدقائق الأخيرة من الحلقة، مشان ما يكون يعني مشان التسلسل، مراعاة لتسلسل الحلقة حتى أنتوا تستفيدوا. مستمعينا مرة تانية بنرحب بالدكتور ديار عكو. موضوعنا بهالحلقة رح يكون هو موضوع هام جدا بهم النساء، وسواء الحوامل أو فترة ما بعد الولادة أو الفترة هاي. موضوعنا هو الانسمام الحملي. يا ترى شو هو الانسمام الحملي؟ شو أسبابه؟ شو طرق العلاج؟ شو الإجراءات اللي عم يتخذها الطبيب لحتى يعني نتفادى هالمرض هذا أو الحالة هاي؟ نحن وانتم مرة تانية رح نرحب بالدكتور، والدكتور رح يعرفنا ما هو الانسمام الحملي. أهلا وسهلا. موضوع الانسمام الحملي، طبعا الانسمام الحولي أو نحن نسميه ما قبل الإرجاج كتعريف، هو عبارة عن مرض ناتج عن اضطراب بوظيفة البطانة الوعائية مع تشنج وعائي. يعني ببساطة هو مرض خاص بالحمل، بيصير عند السيدات الحوامل بعد الأسبوع 20. طبعا بعد الأسبوع 20 معناتها أنه السيدة بتكون فايتة بالشهر الخامس من الحمل. طبعا الانسمام الحملي عبارة عن مكونين رئيسيين، هو ارتفاع ضغط الدم، يعني السيدة بيصير عندها ضغط. كمان بيصير عندي بروتين بالبول، يعني بيصير في شيء اسمه الزلال ضمن البول، هذا كتعريف أساسي الانسمام الحملي. طبعا هو مرض خاص بالحمل، مثل ما حكينا هو عبارة عن ارتفاع ضغط الدم مع وجود البروتين ضمن البول. تماما. إذن هذا هو الانسمام الحملي كتعريف. يا ترى من ضمن حديثكم أنه تبين هي أحد الأعراض اللي رح يبين على المرأة الحامل، هاي رح تكون، ولكن بشكل أوسع كيف السيدات، لأنه نحن عندنا حالة ربما نحن مو بالدول المتقدمة لحتى السيدة أو المرأة الحامل أو السيدة المتزوجة تبلش تتابع حالتها من أول يوم من الزواج لآخر يوم للولادة. أغلبيتنا أحيانا المرأة بتولد بدون مراجعة أي طبيب، لكن ضمن هالبرنامج هذا حابين يعني نتبعها كحملة توعوية للسيدات المتزوجات، أنه يلجأوا دائما للأطباء، لأنه هن أصحاب الخبرة أصحاب العلم، لحتى تكون النتائج سليمة سواء المرأة أو الطفل. طيب الأعراض اللي عم تظهر على المرأة الحامل، سواء هي اللي بتكون هي بالبيت لحتى تبين على حالها أنه تبين عليها أنه هي مشكوك أنه هي رح يكون معها انسمام حملي، أو بالنسبة للوسط الطبي أو الأطباء كيف بيظهر، ما هي العلامات اللي تظهر على المرأة؟ تمام. هلأ بالنسبة للانسمام الحملي طبعا في له درجات الخفيفة ودرجات الشديدة. الانسمام الحملي بالمراحل الأولى ممكن يكون لا عرضي، يعني السيدة ما بتحس بأي شيء. هون بيكون الضغط ارتفع بس السيدة ما عم يصير عندها شيء، حتى وجود البروتين ضمن البول كمان ما رح يعمل لها أي عرض. بس مع تقدم المرض الضغط رح يرتفع عندي بشكل أكبر، وكمان تهريب البروتين ضمن البول رح يكتر. هذا الشيء رح يؤدي إلى تشكل وزمات شو هي بشكل مختصر؟ أنه السيدة بيصير جسمها بيورم. طبعا
الورمان بجسم السيدة الحامل شغلة شائعة بتصير بآخر الحمل، خاصة بمناطق الجاذبية اللي هي الساقين. نعم. بس بحالة الانسمام الحملي السيدة رح تلاحظ انه بس في الصباح انه وشها رح يكون ورمان تماماً. او ايديها ورمانين، ورح تلاحظ اكثر شغلة انه الخاتم عم يضيء على ايدها. تمام. صح. ممكن تلاحظ انه من الصبح بكير اول ما فقد ما فيها تفوت رجليها بالكندرة. هاي طبعا بالمراحل الاولى. المرض طبعا اذا تطور صار عندي بالدرجة الشديدة، هون بقى بتظهر عندي اصابة الاعضاء الانتهائية. هون ممكن بقى تظهر عندي اعراض كألم بالبطن، تشوش بالرؤية، صداع شديد. نعم. طبعا ممكن حتى يتطور عندي عسر التنفس، انه المريض عم يتنفس بصعوبة. الانسمام الحملي اذا ما تم تدبيره بشكل جيد طبعا وتم علاجه، ممكن بقى يتطور للمرحلة الثانية، او حتى تشخيصه احيانا نعم. ممكن يتم تجاوزه، لانه اذا ما تاخذ الضغط بشكل منيح او ما تم مراقبة هاي الاعراض اللي ممكن تتطور على مدار عدة ايام او اسابيع، راح يتطور عندي للمرحلة الثانية اللي هي شو؟ نوبات الارجاج الحملي، اللي هي عبارة عن نوب صرعية، يعني السيدة عم يصير عندها نوب اختلاج. تمام. اذا ما تم تدبيرها ممكن تفوت بغيبوبة تؤدي الى الموت. تماما. تماما. هاي من الأعراض. دكتور هلا ذكرتوا ضمن سياق حديثكم البروتين بالبول، فيها المرة هي بدون ما تلجأ للدكتور انه راح تكون هي علامة استفهام او علامة اشارة انه هالسيدة هاي عليها انه تلجأ لطبيب. البروتين بالبول لو هيك بشكل نشرح للمستمعات بالاخص، يعني انه شو هو البروتين بالبول؟ يعني راح يكون لون البول مثلا غامق اكثر، او راح ربما يكون في تركيز اعلى لكثافه البول، او راح تكون في حرقه بالبول. هاي هي راح تكون الاشارات ولا كيف دكتور؟ هلا البروتين بالبول هو عادة شغلة مخبرية. تمام. بحتة يعني. اذا كانت كمية البروتين كثيرة بالبول ممكن نلاحظ عكر لون البول، يعني البول ما بيكون رائق. نعم. طبعا هذا الشيء بيبين بالحمام الافرنجي، بالحمام العربي ما راح يبين. تمام. بس مع هيك يعني كتير سيدات ممكن ما ينتبهوا لهاي القصة. حكينا انه الاكثر شيء بيلفت الانتباه هو الوزمات، يعني الورم اللي بيصير بالوش وبالايدتين كأول عرض ممكن يدفع السيدة انه تراجع. شغلة تانية كمان نتيجة انه عم يتراكم عندي سوائل ضمن الجسم، راح يصير عندي تبدل سريع بالوزن. يعني خلال اسبوع ممكن سيدة تكسب 5 كيليات 6 كيليات باسبوع كامل. هو طبعا اكثر من شيء متوقع اثناء الحمل. كمان هاي كمان علامة ممكن تنبهنا انه راح يتطور المرض عند السيدة. تماما. هلا دكتور، هي الاعراض اللي ذكرتوا لنا اياها هي من اعراض الانسمام الحملي. حابب اذكر المستمعين للي جديد انضموا لنا او المشاهدين للي برات البلد عم يتابعونا، طبعا بلشت التحيات والسلامات ايضا. سلامنا لكل من جوات البلد وبرات البلد اللي عم يتابعنا. هلا عم تتابعوا برنامج صحتك بالدنيا، وضيف الحلقه هو الدكتور ديار عكو، اخصائي توليد وامراض النساء. موضوعنا هو الانسمام الحملي. عرفنا شو هو الانسمام واعراضه. لنعرف شو هي الاسباب اللي تؤدي على لهذا المرض، او يلي بتخلي يتشكل هذا المرض، او النسب اذا في نسب عالميه ربما احيانا، لانه في مراكز دراسات عم تسجل انه في نسب معينه. نعم. تمام. بالاول بدنا نحكي عن عوامل الخطوره. يعني مين هن السيدات الحوامل اللي عندهم احتماليه اكبر انه يصير عندهم هذا الاضطراب او تصير هاي المشكله عندهم؟ في عندي مجموعه اسباب. السبب الأهم دائما هو الحمل الأول. الحمل الأول فيه نسبة خطورة عالية إنه يصير عندي انسمام حملي. يعني نحن بنسميها بهاي الحالة الخروس، يعني السيدة اللي بيكون عندها أول حمل. هذا أول عامل خطورة. هاي شغلة. الشغلة الثانية الحمل المتأخر اللي بيصير بعد سن 35 سنة. بيكون مثلا عندي صاير تبدلات بجسم السيدة. نعم. بصير مؤهبة أكثر إنه يصير عندها فرصة أكثر. تمام. نعم. الحمل التوأمي معرض أكثر، لأنه الحمل التوأمي هو عبارة عن حمل مضاعف. وهي المشكلة بالأصل علاقة بالحمل، يعني خاصة بالحمل. فهون وجود الحمل التوأمي كمان بيزيد نسبة حدوث انسمام الحملي. أيضا ارتفاع مشعر كتلة الجسم. يعني خلينا نقول أنه السيدة البدينة كمان أكثر تعرضا لهاي المشكلة. السيدات اللي عندهم
مشاكل مرضية موجودة بالأصل كارتفاع الضغط أو مشاكل الكلية أو السكري، هدول الثالوث إذا كانوا موجودين بترتفع النسبة ببعض الأحيان ممكن توصل ل 25%. يعني إذا في عندي مثلا 100 سيدة حامل وعندها سكري، 25% منهم أكيد رح يصير عندهم انسمام حملي. طبعا اضطرابات المفاصل كمان بتأهب لهذا الشيء. هذا بالنسبة لعوامل الخطورة. حكينا يعني بشكل عام غالبية الحالات اللي شفناها واللي صاير عندهم انسمام حملي وبعدين إرجاج حملي غالبيتهم بيكونوا سيدات بحمل أول، يعني أول حمل صاير عندهم، فهو أكبر عامل خطورة بيتكرر عنا بموضوع الانسمام الحملي. بالنسبة لنسبة حدوث الانسمام الحملي، طبعا الانسمام الحملي هو جزء من اضطرابات ارتفاع الضغط المرتبطة بالحمل. النسبة العالمية عادة بتكون بين 2 ل 5% من كافة الحمول. بالدول اللي خلينا نقول النامية مثل سوريا النسبة ممكن توصل لحتى 12%. تمام، النسبة عالية إلى حد ما عالية هاي النسبة. عرفنا الأسباب اللي عم تؤدي لهالمرض هذا، سواء أثناء الحمل تم تشخيص السيدة أو المرأة الحامل بهذا المرض أنه مثل ما ذكرت أنه هي بالشهر الخامس بتبين العلامات أو هالأمور هاي. شو الإجراءات اللي عم تتخذوها دكتور أنتو كأطباء مثلا أثناء الحمل وأثناء العملية الجراحية إذا استدعى الأمر، أو عملية الولادة أو بعد الولادة؟ شو هي الإجراءات اللي عم تتخذوها؟ تمام. طبعا تدبير الانسمام الحملي بيختلف أول شيء حسب عمر الحمل، يعني السيدة قد صار لها حامل، والشغله الثانيه كمان شده هذا المرض. طبعا مثل ما حكينا في عندي درجه خفيفه وفي عندي درجه شديده. الدرجه الخفيفه بيكون عندي ارتفاع الضغط ما شديد، كمان وجود البروتين ضمن البول مع الاعراض الثانيه مرافقه قليله. وبالعكس بالانسمام الحملي الشديد في عندي الضغط مرتفع بيكون تقريبا 16 على 11 او اكثر، كمان وجود البروتين بالبول بيكون بدرجة أكبر. بالإضافة بقى في عندي إصابة أعضاء مثل الكبد، الكلية، حتى ممكن يصير عندي عمى عند السيدة في حال الانسمام الحملي الشديد. قرار تدبير الانسمام الحملي بتوقف مثل ما حكينا على عمر الحمل. بشكل عام إذا الانسمام الحملي تصنف بدرجة خفيفة، مراقبة حسيسة للسيدة، لا السيدة الحامل من ناحية الضغط والأعراض الثانية والعلامات اللي بتصير عندها، وكمان مراقبة للجنين. في حال ما تطور المرض للدرجة الشديدة هون نعمل تحريض ولادة أو قيصرية حسب وضع السيدة. ببداية الشهر التاسع عادة بس يمر أسبوع ننهي الحمل، لأنه إنهاء الحمل هو علاج للمرض، لأنه المرض ناتج عن الحمل، فإنهاء الحمل هو الخطر أيضا. تماما. نعم. في حال كان عندي المرض بالدرجة الشديدة هون لازم يتم إنهاء الحمل بشكل سريع، لأنه إذا ما تم تدبيره مثل ما حكينا رح يتطور لمضاعفات خطيرة قد تنتهي بالموت. هون قرار إنهاء الحمل مثل ما حكينا قديش عمر الحمل عند السيد. طبعا كثير مرات اضطرينا أنه ننهي الحمل حتى لو السيدة بالشهر السابع، لأنه كان في خطورة كبيرة على حياتها. طبعا هون بنوازن بين خطورة الاستمرار بالحمل مع العلاج أو إنهاء الحمل، وطبعا هون بقى خطر أنه الجنين عم يولد قبل شهره. طبعا مشاكل ناتجة عن الخداج أنه الجنين ولدان قبل بشهر. صح. بهالحالة دكتور بتضطروا أحيانا لتستشيروا مثلا تحولوا مريضتكم لجراح أو عفوا طبيب قلبية لحتى، أو ربما طبيب كلية. أحيانا يكون بترتفع مع نسبة الكرياتينين وظائف الكلية أو الكبد، يعني بيستدعي الأمر لتستشيروا طبيب أطفال مثلا. يعني بهالحالات هاي، بهالحلقة اللي الصعبة، لشو بتلجأوا؟ هلا بشكل عام الدرجة الخفيفة طبيب النسائية مع بعض التوصيات ممكن يقدر يسيطر على الحالة لوحده. مع اشتداد المرض هون خاصة ظهور أذية الكلية أو الكبد أو حتى الأذيات العصبية ممكن نحتاج لاستشارة طبيب الكلية أو حتى طبيب العصبية. وبعض الحالات لما بيصير عندي أحد مضاعفات المرض اللي هي الهيل، بيصير عندي انحلال دم هون مع أذية الكبد، ممكن نستشير وقتها طبيب الدم. نعم. تماما. وصارت أكثر من حالة معنا اضطرينا نستشير طبيب الدم لأنه الحالة صارت متقدمة ومتطورة. فهون ممكن ببعض الحالات مثل ما حكينا أنه نلجأ لاستشارة
زملائنا بالاختصاصات الثانية حسب الأذية وين صاير، مثل ما حكينا ممكن بالكلية أو بالجهاز العصبي أو حتى بمشكلة تخثر الدم. تماما. دكتور، مشان ما نطلع لسه في أسئلة أخرى كمان، ولكن بتصدف مع المرأة الحامل ربما تكون غير الخروس، ربما أول بطن، ثاني بطن، ثالث بطن، ربما يعني بهالعمر بيكون في فارق سنوات، الحمل الثالث أو الرابع وصلت المريضة لعمر أنه صار معها ارتفاع توتر شرياني، بالمقابل رح يكون لها فرصة معينة ليصير معها هالمرض هذا أو هالحالة هاي الانسمام الحملي. أحيانا بتصف أنه المرأة الحامل بالبطن الثالث أو الرابع بصير معها الحالة. تماما. حكينا أنه السيدة حمل أول عامل خطورة، يعني نعم. عندها احتمال أكبر أنه يصير عندها انسمام حملي، بس مو معناه أنه سيدات تانية محميات، لا. حكينا العوامل الثانية، العمر المتقدم، نعم. فوق 35، نعم. كمان الوزن الزايد، وكمان وجود أمراض تانية مثل ما حكينا ارتفاع الضغط أو حتى وجود السكري أو أمراض تانية مزمنة موجودة عندها، مثل أمراض الغدة فرضا، فرط نشاط غدة أو فرط نشاط الغدة أكيد رح يؤدي لارتفاع الضغط. نعم. وإذا ما تم السيطرة عليه ممكن. بس بشكل عام سيدات اللي عندهم اضطراب بالغدة بيصير عندهم عقم. تمام. فاحتمال الغالب انه اذا ما عندي درجه خفيفه من اضطراب الغده، الغالب انه ما راح يصير عندهم حمل، لانه بيصير عندهم عقم نتيجه الاضطراب اللي صاير بغده الدرق عندهم. اذا هاي كمان نقطه مهمه للاطباء النسائيه، لحتى تجيهم حالات ربما ما عم تنجب سنة وسنتين وثلاثة، ربما يلجأوا لطبيب غدد، أمراض غدد، سم وسكري كذا. يعني بتصدف كمان أحيانا معكم أنه تستشيروا طبيب غدد مثلا؟ كثير مرات طبعا، خاصة إذا في اكتشفنا أنه سبب العقم عندي وجود مشكلة هرمونية لها علاقة بغدة الدرق أو حتى يعني فوق الدرق بالنخامة، فوقتها بنحيل السيدة انه يصير ضبط لهي المشكله، ووقتها بقى مشكله العقم بعد ما تمت السيطره على الهرمونات بتصير بقى من ناحيه الطبيب النسائي. دكتور ديار، ضمن الحديث كمان من شوي حكيتوا انه في خطوره اثناء هالحاله هاي، حاله الانسمام الحملي، في خطوره على صحه الام او سلامه الام او الجنين. احيانا تضطروا للتداخل الجراحي، للتداخل الاسعافي، يعني لحل هالمشكله او للبت بهالامر، لانه في موضوع حياه وموت. ايمت فينا نقول انه هلا صار في خطر بشكل على حياه الام او الجنين، او تستغنوا؟ طبعا العفو، هاي الامور ربما تعود لكم او لولي الامر للمريضه ايضا. لو تشرح لنا هالخانه هاي، هالخانه انه خطر الانسمام الحملي على الام وعلى الجنين. تمام. طبعا الانسمام الحملي بشكل خطر على الام وعلى الجنين شلون ما كانت درجته. خلينا نحكي اول شيء عن الام. تطور المرض وعدم السيطرة عليه رح يؤدي إلى أزيد جميع الأعضاء عند السيدة. نعم. من العين، من الدماغ، من الكبد ومن الكلية. نعم. طبعا الأزية ممكن تنتهي بتمزق الكبد، أحيانا بيصير عندي ورم دموي ضمن الكبد، ممكن يصير عندي قصور كلية، وحتى ممكن يصير عندي نزف دماغي وتفوت السيدة بغيبوبة ممكن تكون صعبة إنه تطلع منها. هذا طبعا بالنسبة للسيدة. طبعا غير انه الاختلاطات التالية، انه السيدة بتتعرض اكثر للعمليات القيصرية اكثر من غيرها، انه سيدة عادية ممكن تولد بشكل طبيعي. بالنسبة للطفل، وجود المرض بحد ذاته رح يؤدي لأكثر من مشكلة اثناء الحمل، بما انه المشكلة لها علاقة بالأوعية، بصير عندي تشنج أوعية، كمية الدم اللي بتوصل للجنين حسب شدة المرض أحيانا بتكون قليلة، فبيصير شيء عندي حال اسمها الIUGR أو نقص نمو ضمن الرحم. هي إحدى علامات المرض نفسه، أنه لما بصور الجنين تمام بيبين أقل من عمره المتوقع عادة. وطبعا بيدل هذا الشيء ايضا على شده المرض. هاي الشغله. الشغله الثانيه، بسبب تطور المرض احيانا مثل ما حكينا نلجا انه نتداخل وننهي الحمل، فهون تزداد عندي نسبه انه يولد الجنين قبل ما ينضج بشكل كامل. وهون بقى بنحكي على مساله الخداج، انه الطفل ولد قبل عمره. في كمان مشكله ثانيه بتختلط مع هذا المرض، انه يصير عندي انفكاك مشيمه حاد ويتوفى الجنين ببطن امه، كمان احد اختلاطات هذا المرض. نعم.
دكتور في كم سؤال هاي مثل ما ذكرنا للمستمعين انه اسئلتكم رح نجاوب عليها بالدقائق الاخيره من الحلقه. مستمعينا، انتم هلا عم تتابعوا برنامج صحتك بالدنيا اللي هو برنامج اسبوعي يبث عبر اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5، ايضا عبر البث المباشر بوير عربي. هالبرنامج هذا بنستضيف فيها اطباء ونناقش فيه مواضيع طبيه بتهمكم ايضا. هلا الاجراءات الوقائيه لحتى دائما بنقول بأي مرض ما معين في إجراءات وقائية لحتى ما يصير مع نتفادى هذا المرض. في إجراءات وقائية للمرأة الحامل؟ صراحة من ناحية الوقاية لحد هلا ما كان في شيء محدد حتى بينبئ بحدوث المرض. تماما. صار دراسات على تعويض السيدات بالكالسيوم، انه ياخذوا وارد منيح من الكالسيوم عشان منع هذا المرض. كمان صارت دراسات على اعطاء الاسبرين، هو مميع دم، كمان من لمنع المرض. صراحة الدراسات فشلوا انه يعطونا قيمة جيدة لأقول انه الكالسيوم او الاسبرين بيمنع هذا الشيء. بس يعني مع هيك احتياطا، السيدة اللي صار عندها انسمام حملي ممكن اوصف لها الاسبرين، بس ما في شيء بيعمل وقايه. حتى نكون صريحين، ما في وقايه ابدا من المرض. مساله هون انه اكشف المرض بمراحله المبكره وما خليه يتطور للمراحل الشديده اللي ممكن تؤدي بقى بحياه الجنين او بحياه الام. بس هون بننصح دائما انه السيده تتابع على القليله كل شهر مره عن طبيب او المقدم الرعايه الصحيه اللي ممكن تكون قابله او مركز صحي. مراقبه الضغط بشكل دوري على القليله مره بالشهر. السيدات اللي عندهم قصه عائليه بالعائله سواء من ناحيه الام او الاخوات في عندهم خطر اكبر انه يصير عندهم هاي المشكله، فينتبهوا انه اذا مشكله موجوده بتتابع السيده بشكل اكبر من ناحيه الضغط. هاي تقريبا الاجراءات الوقائيه ممكن نحكي عنها. مثل ما حكينا ما في شيء بيوقي منه لأنه من الحمل تماما بيصير هذا المرض. أكيد. طبعا قبل ما نختم لقائنا بنصائح رح نبلش في أسئلة جتنا. أظن جاء ديا محمد اسمها. مرحبا دكتور، عندي كيس برات الرحم، شو العلاج؟ عندها المرأة أو السيدة ديا محمد عم تشكي من أكياس خارج الرحم، ربما ما بعرف إذا كان تشخيصك دقيق لا أو لا، فالجواب عند الدكتور. الكيس خارج الرحم، لا ما بعرف إذا قصده أنه هو ورم في فوق الرحم أو أكياس مبيضية يعني. بشكل عام التدبير بتعلق بعمر السيدة، وكمان المشكلة الأساسية شو الشكوى جاي فيها، إذا هي مشكلة عقم أو مشكلة نزف حسب المشكلة. بشكل عام إذا السيدة صار عمرها فوق 40 التدبير بيختلف قبل 40، وكمان رغبة الإنجاب كمان بتحدد قرار الطبيب أنه يتداخل على السيدة ويعمل عملية أو لا. أكيد. نتشكركم دكتور. قبل ما ننهي بعض النصائح للمرأة الحامل، باعتبار طبيبنا هو طبيب نسائي وتوليد، حملة توعية ضمن برنامجنا دائما وأبدا. أي طبيب نطلب منه أنه يعطي كم نصائح للمواطنين، للمستمعين، للمشاهدين، لحتى كل طبيب باختصاصه ينصحكم لحتى طبعا شيء يخدم صحتكم وسلامتكم. كم نصيحة للمرأة الحامل دكتور؟ تمام. هلا الحمل فترة جميلة من فترات حياة السيدة، وتجربة نفسية وعاطفية كمان لها وحتى لعائلتها بشكل كامل. ولحتى السيدة تمر بهاي المرحلة بشكل جميل ومعطاء، أكيد مراقبة الحمل شغلة مهمة لازم ما تنساها السيدة، لأنه المشكلة إذا تفقدناها ببدايتها السيطرة عليها بتكون أسهل بشكل كتير كبير. شكرا كثير لكم دكتور ديار عكو. بختام هالحلقة بنتمنى أنه تكون الحلقة نالت إعجابكم مستمعينا ومتابعينا. انطرونا الثلاثة الجاي بحلقة جديدة أيضا من برنامج صحتك بالدنيا. باسمي واسمكم بتشكر الدكتور ديار عكو، أخصائي توليد وأمراض النساء، لحضوره بهالحلقة وأيضا خدمته للمواطنين وللمستمعين. كلمة أخيرة عند الدكتور بنختم لقائنا.
بتشكر كثير راديو بوير، وبتمنى طبعا هاي البرامج تتكرر إن شاء الله. بشكل أكبر وبتخدم الناس. إن شاء يعطيكم الله. العافية. شكرا كثير لكم دكتور. لاقونا بالثلاثاء الجاي على نفس التوقيت 6:30 بتوقيت مدينة قامشلو بحلقة تانية من برنامج صحتك بالدنيا.